النتيجة طالعة تحفة بجد وريحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى ناس في الدنيا؟ يا رب دايما في هنا وخير وسعادة. مخبوزات شيماء والزمن الجميل او شيماء السوق، حسب ما انتوا عاوزين بقى. النهارده هنعمل ايه؟ اما بخرج من الاعياد اللي هو عيد الاضحى، عيد الفطر، طبعا بنبقى واكلين في عيد الفطر كحك لما قايلين، بس عيد الاضحى بيبقى لحمه بقى ومش عارفه ايه. انا بخرج بشتاق لايه دايما كل سنه؟ للكحك العجل اللي هو الفلاحي، ده بيرجعني للذكريات. ذكريات مش قادره اقول لكم. ده كان كحك العروسه زمان زمان قوي. كان كحك العروسه اسمه الكحك المفتول او العجل اللي هو المفتوح من النص ده. عاوزين النهارده نعمل شويه، انا نفسي رايحالهم قوي، نفطر منهم الصبح كده ان شاء الله. يلا بينا نشتغل ونمشي خطوه خطوه مع بعض. النهارده هشتغل معايا بدقيق الكوثر، وده محبب ليا قوي، ولو مش موجود يعني بصوا كذا نوع دقيق ماشي. هقول لكم اساميهم طبعا لو عاوزين انواع الدقيق واحنا شغالين كده. بس هنعمل النهارده كيلو دقيق. نبدا بس ننخله اي حاجه بس فيه كده، نشيل الرطوبه اللي فيه، الكلام ده كله يعني ماشي. بصوا يا جماعه، عاوزين تعملوا بسمنه بلدي صافي، جيبوا الزبده وسيحوها وشيلوا المرته منها وخلوها سمنه بلدي واعملوا بيها. النهارده هنحط على الكيلو دي معلقتين سكر بودره ماشي. هو بيتعمل كده، بيبقوا يعني معتمدين شويه على ريحه السمنه البلدي فيه، فما بيضيفوش اي حاجه بصراحه. معلقه صغيره ممسوحه بيكنج باودر واحده بس كده، ونبدا ان احنا نقلبهم. معلش هجيب رشه ملح كمان. بصوا انا سخنت السمنه بتاعتي دي سمنه بلدي على سمنه عاديه، مش سمنه بلدي صافي، بس طبعا زي ما قلت لكم مسيحه الزبده بتاعتي ومخرجه منها المرته، وبعدين خليتها سمنه زي ما انتم شفتوا كده. ما قدحتهاش، انا سخنتها بس سخونيه قويه شويه على النار. هنزل بيها اهو ماشي. ده قد ايه على الكيلو؟ نص كيلو سمنه على الكيلو دقيق، وما تزودوش عن كده، لان هو بيبقى كحك مش اللي هو الدايب والناعم قوي بقى، لا، عشان نعرف نفتل الكحك بتاعنا ونعمله كحك عجل جميل كده. بصوا النص كيلو سمنه على على الدقيق، على الكيلو دقيق. بصوا طالعه عامله ازاي اهو، ناعمه برضه، بس احنا عاوزين نص كيلو بالظبط. وفي ناس بتقلل على فكره، في ناس بتحط 450 جرام بس ماشي. طب يا شيماء لو عاوزين نحط حته زبده مع السمنه، حطوا سمنه، يعني مثلا ربع كيلو سمنه، او مثلا 400 جرام سمنه و100 جرام زبده زي ما هي كده، بس المهم يكون في حاجه متسيحه وسمن يعني. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ بس هسيبها تبرد شويه، وبعد كده هبدا ابس في العجين بتاعي ده. بصوا يا جماعه، بقالي قد ايه؟ بقالي 10 دقايق ببسهم بالشكل ده. وعلى فكره الخطوه دي طبعا مهمه جدا، عشان عشان نعوميه الكحك معانا ماشي اهو. بصوا تحسوا ان العجينه بتاعتي بقت هايشه كده بعد ما بستها. هتعملي ايه تاني يا شيماء؟ هقول لكم اهو. معلقه صغيره مليانه خميره. طب يا شيماء ما دوبتهاش في شويه حليب ليه ولا شويه ميه؟ لا، الحليب اهو بدرجه حراره الغرفه او بدرجه حراره المطبخ زي ما هو كده ماشي. ودي معناه قد ايه حليب ده؟ كوبايه بس. انا ما نزلتش بيها، انا حاليا نزلت بكوبايه الا ربع بس. دوبت حته الخميره كده. يا سلام بقى لو حته الخميره دي مع الوصفه دي خميره بلدي او خميره بيره، هتبقى خطيره يعني، هتبقى فلاحي. بصوا مش هنعجن. لموا بقى العجينه. طب يا شيماء هتضيفي ميه؟ بصراحه لا، انا حابه اعجن الكحك ده اللي هو الفلاحي ده بحليب صافي، عشان هو له طعم مميز يعني. انا نزلت بكوبايه الا ربع حليب تمام. وبعد كده بدات ان انا اختبرها. هتختبريها ازاي يا شيماء؟ زي ما بنعمل بالظبط. خلوا بالكم يا جماعه، انا كان عندي 2 قناه على اليوتيوب واتحذفوا ماشي، فالحمد لله رب العالمين يعني. بصوا يعني كان في موسوعه من الفيديوهات دي، بس الحمد لله. بصوا العجينه لسه محتاجه سوائل. طب عرفتي منين؟ لما بفردها كده بصوا بتشقق من هنا. شايفين التشقيقه دي؟ احنا مش عاوزينها. احنا نزلنا بكوبايه الا ربع، هننزل كمان بشويه من الربع اللي باقي اهو، مش هننزل بيه كله.
وهنبدا ان احنا ايه لملمه، بس هنلم العجينه اهو، ما تعجنوش، لموا العجينه كده. بصوا العجينه بقت ملبن، بصوا بقت يعني عايزه اقول لكم ملبن بجد. بصوا عامله ازاي، شايفين؟ ما خدتش الكوبايه كلها، اتبقى منها شويه اهو. بصوا النعومه، حتى لو عملناها كده هتطلع معانا ناعمه زي الحريره. ماشي. طب يا شيماء انت حطيتي معلقه صغيره بس خميره، عشان يا جماعه الخميره كتير، في الخميره والبيكنج باودر الكتير في عجينه الكحك بتخلي النقشه بتاعتنا تروح وما بيبقاش ليها ملامح، فهي كفايه قوي 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 المعلقه الصغيره الخميره اللي احنا حطيناها دي. هترتاح يا دوبك 5 دقايق ونضف حواليا ونكمل شغلنا فيه. بصوا بقى هبدا اخد حته اهو، تمام، ما عملتش اي حاجه، ده يا دوبك 5 دقايق بس، على ما ايه، على ما شلت الحاجات اللي قدامي وبدات زي ما انتم شايفين اهو ان انا ايه اشتغل فيهم. ماشي. هتعملي ايه يا بنتي يا شيماء؟ ولا اي حاجه، زي ما هم كده اهم. بصوا بالشكل ده، ونبدا ان احنا دي اسمها ايه بقى، بنفتله، بنعمل كحك مفتول اهو. بصوا شايفين بالشكل ده كده، ونبدا ان احنا نشيله وننقش فيه. طبعا انا مصغره الكحكايه، ده هو اصلا كانوا بيعملوه اكبر من كده بكتير، بس انا مصغره الايه الكحكايه. وده بقى كان كحك العرايس الفلاحي، والناس تتلم، وكان في حاجه اسمها المنظره او المضيفه، الناس كلها تتجمع فيها ويروحوا يعملوا كحك العروسه دوت، ويعملوا الغدا ويغدوا الناس. بصراحه كانت اجمل ايام في حياتي، انا كنت بقضيها وانا صغيره. بصوا اهو، ونبدا ان احنا ايه نعمل العجينه كده اهو، ونقفل اهو بالشكل ده، ونشيلها، نقفله بس كويس فيها، وبعد كده ايه نبدا ان احنا ننقشها اهو. العجينه مش مستحمله، الجو حر جدا والعجينه مش مستحمله ابدا، شايفين؟ يعني انا على ما اخلص نقش والكلام ده كله ان شاء الله هخبزهم على طول اهو. بصوا الكيلو دقيق، طبعا الصواني دي كبيره، طلعوا الصينيتين اللي انتوا شايفينهم دول، بس بسم الله ما شاء الله، لاني انا بصوا ولا عاملاها كبيره ولا صغيره، انا عاملاها متوسطه. مفيش 10 دقايق هجهز فرن البوتاجاز بتاعي. الصينيه هتقعد قد ايه؟ هتقعد من 20 ل 25 دقيقه على نار متوسطه 180 حسب الفرن بتاعك انت. انا ههدي فرن البوتاجاز جدا وهوريكم النار كمان. بصوا يا جماعه كده قد ايه النار هاديه بتاع البوتاجاز، شايفين المنظر؟ انا مهدياها جدا جدا زي ما انتم شايفين بالشكل ده اهو، شايفين؟ يعني لو في بوتاجاز كهرباء بيتهيألي 170 180 اهو، 20 25 دقيقة. وبعدين انا هوريكم السوا يعني بتاعه عامل ازاي. بصوا بقى بالظبط بالظبط خد قد ايه، خد 25 دقيقة او 26 27 دقيقة كده. هو سخن جدا مش هينفع ان انا المسه خالص، بس هنسيبه يبرد وبعد كده هنشوفه مع بعض. النتيجة طالعة تحفة بجد، وريحته قلب الشقة والمكان، وبترجعك كده لزمان، تحسي ان انتي، انا مش عارفة اوصف لكم بجد، انا عايزاكم تشموا وتدوقوا، بتمنى ده. تعالوا شوفوا كده. شوفوا اللون عامل ازاي من تحت والجمال والقمر ده، بجد يا جماعة الريحة تجنن تجنن. بصوا